أول حاجة لو بتشوف الفيديو ده لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله. في مصر الدوري خلص، فرقتين بيحتفلوا بالدوري، أول مرة أشوفها. الأهلي بيحتفل بعد ما كسب الدوري وده طبيعي لأنه فرق النقط لصالحه، وبيراميدز طبعا بيحتفل إنه كسب الدوري رغم إن هو متأخر عن الأهلي بنقطتين، يعني بيثبت واقع عشان برضو إنه المحكمة الدولية لو حكمت له بالثلاث نقط أهو أنا أهو شفت حتى كسبت البطولة. لو بتتابع معايا تابع معايا بس الفيديو ده لحد الاخر، ادينا لايك، ادينا كومنت، ادينا شير. مبروك للنادي الاهلي، موسم تقدر تقول بيراميدز لعب والاهلي كسب. الاهلي لم نفسه اخر 7 ماتشات رغم فارق النقط، لكن استغل تعثر بيراميدز قدام فاركو وقدام البنك الاهلي على بيراميدز. ما يلومش لنفسه وما يقعدش بقى يعيط على الثلاث نقط، لان هو فعليا اللي ضيع الدوري، والاهلي لما بيقدر ما بيعفيش، وده اللي الاهلي بيعمله. شكرا كابتن عماد النحاس اللي لم الفرقه في توقيت صعب جدا جدا، فرقه مليئه بالنجوم، اللي بيتبدل بيقلب وشه، قدر يعمل روح قويه جدا بين الفرقه. شفنا النهارده 6-0 المشهد بتاع علي معلول بيعمل اسيست، ده الدكه بتحتفل بيه قبل اللي في الملعب وبيشيلوه على راسهم. شفنا النهارده يعني التعاون، حسين شحات بيلعب كوره اسيست الجول السادس لامام عاشور عشان يطلع هداف الدوري، احسن لعيب في مصر بلا منازع امام عاشور. شفتوا الروح بين الفرقه عامله ازاي؟ ربنا بيكرم الفرقه دي عشان الروح اللي موجوده. شوفوا الدكه كله بيضحك وكله مبتسم وكله مبسوط، حتى لو ما بيلعبش، حتى لو متضايق من جواه، لكن الروح عموما التيم مورال ده اللي نجح فيه عماد النحاس بشكل كبير بعد ما استلم فرقه محروقه نفسيا بعد الموسم مع كولر. لو بتتابعني لغايه الثواني دي تابعني، ادعمني بلايك بكومنت بشير. مبروك يا اهلاويه الدوري ال 45 والاهلي قريبا في المونديال، تابعوني، سلام.